قبل ما ابدا الفيديو، حسبنا الله ونعم الوكيل. صدمه للجميع، اسره اردنيه اصيبت بطلق ناري من شخص امريكي. حسبنا الله ونعم الوكيل. صباح الخير بالليل، معكم شرجاوي بدم خفيف. قبل ما ابدا الفيديو، شير ولايك وكومنت، مش عشاني عشان الغير، وزي ما عودتكم وعودتوني على الله التسهيل. فنبدا الحلقه. البيت عطيات جالت لي: الحاج يا عم شرجاوي، في اسره اردنيه اتقتلت على يد جارهم الامريكي. قلت لا حول الله يا رب وحسبنا الله ونعم الوكيل. قلت لازم اخش اشوف الخبر واقول لكم ايه اللي حصل بالظبط. مفيش دقيقتين ولقيت البيت سعديه المساكته بعتلي على الواتس الكلام اللي انتوا هتسمعوه دلوقتي. مقتل عائله اردنيه على يد جارهم الامريكي، والسبب غريب. في حادثه بشعه قتل شاب امريكي اسره اردنيه، والحكايه بدات قبل عده اشهر من انتقال الاسره للعيش في لوس فنجاس بعد تلقى أفرادها تحذيرا من جارهم الأمريكي مدمن المخدرات، الذي اعتقد بالخطأ أنهم تقدموا ببلاغ ضده للشرطة بسبب الإزعاج الذي يحدث منه، وهو ده التحذير الخطأ الذي أطلقه الشاب. تحول لجريمة قتل بالمرة الثانية عندما فوجئ ببلاغ جديد ضده، واعتقد أنه مقدم من الأسرة الأردنية أو العائلة الأردنية هم الذي أبلغوا عنه الشرطة. فورا توجه الجاني إلى شقتهم وأطلق النار عليهم، الأم والابنة والخادمة، فتوفت السيدة والخادمة وأصيبت ابنتها. ومع صوت الرصاص حضرت الشرطة فورا حتى تبادلوا إطلاق النار على بعض، الشرطة مع الشاب الأمريكي. وبعد ذلك قام باختطاف ابن السيدة الأردنية الذي توفى بعد إصابتها بطلق ناري. وبعد ذلك تم نقل الطفلة ابنة العائلة إلى المستشفى بعد تلقيها 7 رصاصات في الصدر. حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب، لو وصلت معايا لاخر الفيديو مطلوب منك شير ولايك. كان معكم شرجاوي بدم خفيف، اشوفكم في فيديو جديد وعلى الله التسهيل.